بيبدأ الفيلم مع دوج وهو في مكتب شخص اسمه مايلز وجاي يقابله عشان ياخد منه قرض، وبيقول له مايلز انه شاف الملف بتاعه وعرف ان حالته المادية صعبة بالاضافة لحالته الصحية اللي بتسوء كل يوم بسبب الورم اللي في دماغه، وانه معهوش اي فلوس تساعده في علاجه ولا حتى يأمن بيها حياة مراته وابنه اللي لسه هيجي. وساعتها بيحس دوج بصداع شديد بيجيله دايما وبياخد له مسكن علشان يهديه، وبعد ما بيروح الألم بيقول لمايلز انه مستعد يعمل اي حاجة علشان يعيش ويشوف ابنه وهو بيتولد، وبيسأل مايلز لو يقدر يديله القرض اللي محتاجه وانه مستعد يديله المبنى بتاعه كرهن لحد ما يسدد له القرض. فبيقول له مايلز ان المبنى بتاعه فيه مشاكل كتير في الاساس وانه فشل في بيعه كذا مره، وبيفهمه انه ما يقدرش يدي قرض لواحد ممكن يموت قبل ما يسدد الدفعه الاولى حتى. وقتها بيقول لدوجي انه ممكن يساعده لكن بشكل تاني، وبيعرض عليه ينضم لنشاط معين هيكسب من خلاله ملايين. فبيستغرب دوجي وهو بيسمعه وبيساله يقصد ايه، فبيبدا مايلز يشرح له القصه كلها وبيعرفه انه بيدير نشاط للصيد والمطارده، وفي ناس اغنياء جدا بيشاركوا في النشاط ده، وده علشان يشبعوا رغبتهم في التحدي والمطارده والاكل. وبيعرف دوجي ان انضمامه للنشاط ده معناه انه هيبقى الفريسه وانه هيتم مطاردته واحتمال كبير يتقتل من واحد من الصيادين، وبيقول له ان مشاركته هتكسبه ملايين وهتغير حياته تماما، وبرضه لو مش عايز ممكن يرجع بيته لكن هيفضل فقير زي ما هو ومستني الموت في اي لحظه. وساعتها بيفكر دوج في كلامه وفي عيلته بعد ما يموت وبيقرر يسمع عرضه. وبنرجع بالزمن كام يوم وبنشوف دوج وهو بيمارس رياضة الجري اللي متعود عليها كل يوم، وبيوصل للمبنى بتاعه وهو محبط بسبب انه صرف عليه كل فلوسه، واكتشف في الاخر ان في مشاكل في الاساس وممكن يقع في اي وقت. بعد كده بيرجع بيته وبيعرف مراته فال انه عنده ميعاد مع مستثمر وهيعرض عليه المبنى، وبعد ما يبيعه حالتهم الماديه هتتحسن وهيسددوا كل الديون. لكن لما بيقابله بيفشل انه يبيعه له لانه عارف كل المشاكل اللي فيه. وبالليل بيروح يسهر مع صاحبه لوجر، واثناء كلامهم بيقول له لوجر انه محظوظ علشان هيكون له ابن يشاركه كل حاجه بيحبها. فبيتضايق دوج وبيخرج من المطعم، وبيخرج وراه لوجر وبيساله عن سبب زعله، فبيحكي له انه عنده ديون كتير ومش قادر يسددها. وعلى الرغم من ان لوجر استثمر فلوسه مع دوج وخسرها، الا انه بيفضل يهون عليه وبيعرفه انه هيكون في ظهره دايما. وفي تاني يوم بيروح دوج علشان يقابل مستثمر جديد يعرض عليه المبنى، لكن في الطريق بيجيله التعب اللي في دماغه وبيفقد الوعي، وبيتم نقله للمستشفى، وبتيجي مراته علشان تطمن عليه. في الوقت ده بيشرح لهم الدكتور نتيجة الاشاعات اللي عملوها على دماغه، وبيقول لهم انه للاسف عنده ورم خبيث في المخ، وبسبب مكان الورم مستحيل انهم يعملوا له عملية استئصال، وده معناه انه قدامه وقت قليل ويموت. وبيبقوا مصدومين من الخبر ومنهارين من عياط، ولما بيخرجوا بيديله الممرض كارت الشركة اسمها تيرو فاوند، وبيقول له ان الشركة دي بيسيبوا الكروت بتاعتهم في المستشفى علشان يساعدوا الحالات الصعبة اللي زيه. بعدها بيروح دوج يقابل صديقه لوجر وبيحكي له عن اللي حصل وهو منهار، وبيقول له انه لو محظوظ هيعيش اسابيع بسيطة بسبب الورم اللي عنده. وساعتها بيبص للكارت اللي خده من الممرض وبيقرر انه يروح للشركة دي. وبنرجع للوقت الحالي ودوج قاعد مع مايلز وبيبدأ يشرح له لعبة الصيد اللي دوره فيها هيكون الفريسة، وبيعرفه انها تستمر لمدة 24 ساعة، وكل ساعة هيقدر ينجو فيها هيتم تحويل $50,000 لحسابه، وهيتضاعف المبلغ ده مع مرور الوقت لحد ما بيوصل للساعة 20، وبعدها هيتم تحويل $1,000,000 لكل ساعة، وفي النهاية هيقدر يجمع حوالي $24,500,000. وبيعرفوا انه لو اتقتل في اي وقت اثناء المطاردة هيكون مطمن على عيلته وسايب لهم مبلغ كبير يسددوا ديونهم، وبيطمنوا ان الفلوس هتتحول كل ساعة وهيقدر يتابعها بنفسه. وبيكمل كلامه وبيوضح له انه بمجرد ما يوافق مفيش رجوع وهيبقى مجبر يكمل للنهاية، وان الصيادين اللي هيطاردوه هتكون هويتهم مجهولة في البداية، لكن مع مرور الوقت هيقدر يتعرف عليهم وهو بيهرب منهم. والاهم ان اللعبة هتكون في محيط ديترويت بس، ولو خرج منها هيخسر كل فلوسه وهيفضل مطارد طول حياته لحد ما يموت. وكمان لو جاب سيرة للشرطة أو أي حد هتكون نهايته الموت برضه. وبيكملوا شروط اللعبة وبيعرفوا إن محدش هيكون عارف عن الموضوع حاجة غيره هو وال5 صيادين، وإن مش هيكون معاهم هوية ولا فلوس ومش مسمح لهم بالأسلحة النارية. وبيعرفوا إنه هياخد منه كل وسائل التواصل ومش هيكون معاه غير موبايل هيديهوله، ومش هيقدر يكلم حد منه غير مايلز بس، وهيتابع من خلاله تحويل الفلوس لحسابه كل ساعة. ومع تحويل الفلوس التليفون هيبعت تلقائي موقعه للصيادين لمدة 15 ثانية، وبعدها هيقدر يختفي في الوقت الباقي ومش هيعرفوا مكانه. وممنوع يسيب التليفون في أي مكان وإلا هيخسر كل حاجة، وبيسيب له رقم تليفونه علشان يفكر براحته ويرد عليه.
وفي تاني يوم بيحاول دوج يبيع المبنى بتاعه لمستثمر جديد، لكن كالعادة بيرفض عرضه. ولما بيرجع البيت بيفضل يفكر في كلام مايلز وبيكذب على مراته وبيقول لها انه نجح في اقناع المستثمر وان في فلوس هتتحول لهم قريب هيقدروا يسددوا ديونهم بيها، وده معناه ان دوج قرر انه يشارك في لعبة الصيد. وبيجي تاني يوم وبيروح يقابل مايلز في مطعم وبيعرفوا مايلز ان الصيد هيبتدي عند شروق الشمس وهينتهي عند شروق الشمس تاني يوم، وبيخليه يطلع كل حاجة في جيوبه وبيسيب له الدواء بس، وبيفتشه في نص المطعم قدام الناس وبيديله التليفون اللي قاله عليه. وقبل ما بتبدأ اللعبة بينصحه ما يقفش في مكان واحد ولا يستخبى، وده لان كل ساعة الصيادين هيعرفوا موقعه من خلال التليفون، وبيعرفوا ان الصيادين موجودين معاهم في المطعم دلوقتي ولازم يتحرك لان اللعبة بدأت خلاص. فبيخرج دوج بسرعة من المطعم وهو بيتلفت حواليه وبيركب اتوبيس وبيحاول يبعد عن المكان، لكن فجأة بيلاحظ شخص خارج جري من المطعم وبيركب وراه الاتوبيس وبيقعد جنبه. فبيعرف دوج ان الشخص ده واحد من الصيادين، فبينزل بسرعة من الاتوبيس وبيفضل يجري. في الوقت ده بتلاحظ فال ان في مبلغ اتحول لحساب دوج، فبتفتكر انه من المستثمر اللي اشترى المبنى وبتتصل بدوج علشان تتأكد، لكن التليفون بيكون مع مايلز. وساعتها مايلز بيكون في أوضة مع الفريق بتاعه وبيراقبوا اللعبة بالكامل. بعد شوية بيتكلم كونيل مساعد مايلز معاه، واللي بتبقى مهمته مراقبة تحركات دوج والصيادين، وبيبلغوا ان دوج مرعوب وعمال يلف في الشوارع زي المجنون وواضح انه مش هيكمل كتير. وبيكمل دوج جري لحد ما بيوصل لفندق علشان يستخبى فيه، واول ما بيركب الاسانسير بيلاقي واحد ركب معاه وبيبان من نظراته انه يعرفه كويس، فبيفهم دوج انه واحد من الصيادين وبيبقى قلقان ومتوتر. وبعد شوية بينزل الشخص ده واللي بيكون اسمه نيكسون، وبينزل دوج في الدور اللي بعده وبيفضل يلف في الممرات لحد ما بيلاقي نيكسون واقف وراه وبيطلع سكينة وبيجري ورا دوج علشان يقتله. وفجأة بيوصل دوج الحمام وبيستخبى فيه، لكن لسوء حظه بيقدر نيكسون يكتشف مكانه وبيدخل الحمام وبيجهز نفسه علشان يقتله، وبيقول له انه كان فاكره اذكى من كده وهيتعب علشان يوصل له، لكن خيب ظنه وطلع شخص ضعيف ما يستاهلش وقته ولا مجهوده. وبيفضل يفتح في ابواب الحمام لحد ما بيوصل له، وساعتها بيتصل بمايلز وبيقول له انه وصل للفريسة بسهولة وهيقتله دلوقتي، وانه محبط بسبب ان الصيد ما كملش ساعة وعايز يرجع فلوسه. فبيعتذر له مايلز وبيقول له انه هيعوضه في الصيد اللي جاي. واثناء انشغاله في الكلام معاه بيستغل دوج الفرصة وبيخبط الباب في وش نيكسون وبيهرب. وساعتها بيستغرب مايلز ان دوج قدر يهرب من نيكسون بعد ما كان فاكر انه قتله والصيد انتهى. في الوقت ده بيجي مكالمة على تليفون البيت بتاع دوج، وبتسمع فال المستثمر وهو بيعتذر انه ما اشتراش منه المبنى لكن بيعرض عليه يشتغل معاه. فبتستغرب فال وبتحس ان في حاجة غلط، خصوصا ان في $100,000 اتحولوا للحساب تاني. وساعتها بيكون دوج في طريقه للخروج من الفندق، لكن بيعترض طريقه صياد تاني اسمه ريجان وبيحط سكينة في جنبه وبيأمره يتحرك معاه علشان يروحوا مكان فاضي يقتلوا فيه. وبيشوفهم نيكسون فبيروح وراهم علشان عايز هو اللي يقتل دوج، وبيوقف السلم الكهربائي اللي طالعين عليه. وساعتها دوج بيضرب ريجان وبيهرب منه هو ونيكسون، وبيوصل للمخرج بتاع الفندق وبيلاقي قدامه كونيل اللي بيكون منبهر بيه بعد ما كان شاكك انه مش هيكمل في البداية. وبيكمل دوج هروبه لحد ما بيخبط في شخص وبيقع على سلم، وفجأة بيلاقي نيكسون قدامه، لكن لحسن حظه بيجي شرطي في الوقت المناسب علشان يطمن عليه لانه شافه وهو بيقع. فبيقول له دوج انه كويس وبيطلع قبل ما يمشي، وبيكمل جري وبياخد عجلة بيلاقيها قدامه وبيهرب بيها. واثناء هروبه بيقدر ريجان يوصل له، لكن دوج بيقدر يهرب منه مرة تانية وبيروح يركب المترو وبينجح انه يبعد عنهم. في الوقت ده بنشوف مايلز وهو منبهر بأداء دوج وانه قدر يهرب مرتين من 2 محترفين زي ريجان ونيكسون. بعد كده بيروح دوج لكنيسة وبيدخل غرفة الاعتراف وبيطلب من القس انه يعترف، وبيقول له انه ارتكب ذنب كبير وورط نفسه في حاجة لا تغتفر وانه مش عارف يخرج منها ابدا. في نفس الوقت بتتصل فال بلوجر وبتقول له على الفلوس اللي بتتحول لحساب دوج، وبيروحوا سوا للبنك علشان يعرفوا المكان اللي متحول منه الفلوس. فبتقول لهم الموظفة ان المصدر غير معلوم، وبتسألهم لو في مشكلة في الحساب، فبيعرفها لوجر ان مفيش مشكلة وكل الحكاية انهم كانوا عايزين يعرفوا مكان التحويل مش اكتر. بعدها بيتكلم لوجر مع فال وبيقول لها من الواضح ان دوج في مشكلة، وبيتفق معاها ما تتكلمش مع اي حد لحد ما يعرفوا اللي بيحصل من دوج. ولما بيرجعوا البيت بيفضلوا يتصلوا بالمستشفيات وبيسألوا عنه في كل مكان، فبتضطر فال تتصل بالشرطة وتبلغهم باختفاء جوزها. وساعتها بيتضايق لوجر لانه اتفق معاها ما ياخدوش اي خطوة الا لما يتكلموا مع دوج. وبيجي الشرطي وبتقول له فال ان جوزها مختفي من يومين، فبياخد اوصافه وبيوعدها انه هيلاقيها. في نفس الوقت بيكمل دوج اعترافه للقس وبياخد باله ان في واحد واقف ورا الستارة، فبيهجم عليه وبيفضل يضربه، لكن بيطلع
شخص عادي، وساعتها بيزعق له القس لانه ما احترمش المكان اللي هو فيه وبيطلب منه يفسر له اللي حصل، لكن دوج ما بيرضاش يتكلم والا هيخسر، وبيحاول يخرج من الكنيسه قبل ما تليفونه يبعت موقعه للصيادين، لكن ساعتها بيكتشف ان القس نفسه واحد من الصيادين واسمه كارتر، وبيقفل الابواب بسرعه علشان دوج ما يهربش، وبيعرفه ان خلاص فات الاوان وانه هيموت حالا. في نفس الوقت بيكون مايلز بيراقب اللي بيحصل وبيبقى عارف ان دوج هيموت، فبيتصل بكونيل وبيقول له يجهز نفسه علشان يلم الفوضى بعد ما يموت دوج، وبيحكي كارتر لدوج ازاي قدر يعرف انه هيجي الكنيسه، فبيعرفه انه درس علم النفس وعرف ان اول مكان هيروح له هو الكنيسه، وساعتها بيطلع كارتر الشاكوش بتاعه وبيستعد علشان يقتله بيه، ولما بيهجم عليه وبيضربه الشاكوش بيجي في القفل بتاع الباب وبيفتحه، لكن كارتر بيحاول يضرب دوج تاني، ولحسن حظه ايده بتشبك في الباب الحديد، ودوج بيستغل ده وبيضربه وبيحبسه وبيقفل عليه الباب، لكن كارتر بيقدر يضربه في رجله بالشاكوش، فبيهرب دوج من المكان بسرعه وهو مش قادر يتحرك على رجله. بعدها بيوصل كونيل للكنيسه وبيشوف اللي حصل، وبيبلغ مايلز ان دوج هرب بعد ما حبس كارتر. في نفس الوقت دوج بيحاول يعالج الجرح اللي في رجله بسرعه قبل ما حد من الصيادين يعرف مكانه، لكن برضه بيواجه صعوبه في الجري وبيتحرك ببطء. وبعدها مايلز بيكون مراقبه وشايفه وهو رايح الاستاد، وبيستغرب لان في 5 صيادين بيطاردوه وهو رايح يتفرج على ماتش قبل موته. وبنشوف دوج وهو واقف مع واحد من البياعين وبيساله فاضل قد ايه على انتهاء المباراه، فبيرد عليه وبيقول له 5 دقايق، وبيبص في تليفونه وبيعرف ان بعد 5 دقايق الموقع بتاعه هيتبعت للصيادين، وبيفضل يتكلم مع البياع لحد ما بيبقى مش فاضل غير 30 ثانيه والجماهير تخرج من الاستاد، فبيسرق لبس من بتاع المشجعين وبيتوجه لباب الاستاد. في الوقت ده بيتبعت موقع دوج للصيادين وبيتوجهوا لمكانه، وساعتها كل المشجعين بيخرجوا من الاستاد وهم لابسين نفس اللبس اللي دوج لابسه، وبتكون خطته انه يختفي بين المشجعين علشان ما حدش يمسكوه، وبتبقى كل حاجه ماشيه تمام لحد ما بيظهر البياع وبيتخانق مع دوج علشان سرق بضاعته، وساعتها بيشوفوا نيكسون وبيفضل يجري وراه، فبيستخبى دوج في شنطه عربيه وبتتحرك بيه، وفي الطريق بيسمع عيله وهم بيقولوا انهم مسافرين برمنجهام، وده معناه انه هيخرج بره ديترويت، وبكده هيخسر كل فلوسه وهيفضل مطارد لحد ما يموت. فبيفضل يخبط في الشنطه وبيسمعوا السواق وبيوقف العربيه، ولما بينزل يشوف مصدر الخبط وبيفتح الشنطه، وساعتها بيطلع منها دوج وبيسالهم لو لسه موجودين في ديترويت، ولما بيلاقي الزوجه بتتصل بالشرطه بياخد منها التليفون وبيرميه بعيد وبيرجع للمدينه بسرعه، وفي طريقه بيشوف تاكسي في بنزينه وبيسرقه وبيتوجه لبيته، وساعتها بيهجم عليه واحد من الصيادين راكب موتوسيكل، فبيرجع للتاكسي وبيهرب، وبيفضل الصياد يطارده وبيخرم كاوتش العربيه وبيدخل العربيه وبيحاول يخنقه، لكن دوج بيقدر يتخلص منه وبيطلع ان الشخص ده يبقى كارتر، فبيقرر دوج انه يقضي عليه تماما وبيضربه بحجر كبير على دماغه وبيموته. وبعدها كونيل بيتكلم مع مايلز وبيعرفه انه نظف مكان دوج وتخلص من جثه كارتر. بعد كده بيوصل دوج للمينا وهناك بياخد باله ان ريجان بيدور عليه، فبيسرق تذكره لسفينه ترفيهيه هتتحرك من المينا بعد شويه، واول ما بيطلع بيدخل ياكل من البوفيه، وفجاه بتهجم عليه واحده من عمال السفينه وبيكتشف انها من ضمن الصيادين واسمها كيندي، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتتحرك السفينه. ووقتها بتقول له كيندي ان بمجرد ما يعدوا الكوبري هيكونوا خارج حدود ديترويت، وبكده هيفضل مطارد طول حياته. واول ما بيوصلوا للكوبري بيتعلق فيه دوج وبتتعلق كيندي وراه، لكن بيقدر يضربها برجله ويتخلص منها. وبعد شويه بيروح حديقه مهجوره كان متعود يقعد فيها وهو متضايق، وساعتها بيوصل صاحبه لوجر وبياخده وبيمشوا وبيسألوا عن اللي بيحصل، لكن دوج بيفهمه انه ما يقدرش يقول له اي حاجه، وبينزل من العربيه وبيستمر في هروبه من الصيادين لحد ما بيوصل لحي مليان عصابات وبتمسكوا عصابه من المكان وبياخدوه معاهم، ولما بيفوق مش بيلاقوا معاه حاجه غير علبه دواء للصداع، وبياخدوا منه التليفون وبيشوفوا الفلوس على حسابه وبيبقوا عايزين ياخدوها، لكن دوج بيفهمهم ان اللي بيعملوه ده غلط، وان بعد لحظات كل اللي موجودين في المكان هيتقتلوا. وفعلا بعد شويه بيعرف الصيادين موقع دوج، وبيوصل الصياد الخامس LBJ وبيفتح النار على كل الموجودين وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بيروح لدوج علشان يقتله، وفجأة بيضربوا زعيم العصابة وبيقتله، وبعدها هو كمان بيموت. وبيخرج دوج من البيت بسرعة وبيفضل نيكسون يطارده، لكن دوج بيقدر يهرب منه وبيروح لأقرب مستشفى وبيسألهم عن المسكن اللي متعود ياخده لما يتعب، فبتقوله انه مجرد مسكن صداع مش اكتر. وساعتها دوج بيشك في اللي بيحصل وبيطلب من الممرضة تدور على اسمه بين سجلات المرضى، فبتعرفه ان اسمه مش بتسجل، وكمان اسامي الدكاترة اللي قال عليهم ملهمش اثر. وقتها بيتأكد انه ما عندوش ورم ولا حاجة، وان مايلز عمل كل ده عشان يخليه يشترك.
فبيتصل بيه دوج وبيقول له انه عرف كل حاجه وهينتقم منه. فبيهدده مايلز وبيعرفوا ان معاه كل معلوماته ومعلومات مراته، وعرف كل ده من خلال صديقه لوجر اللي شغال معاه، وبيعرفوا ان اللعبه هتستمر زي ما هي، لكن دلوقتي بقى مسموح له يستخدم سلاح. وبعدها بيتصل دوج على مراته وبيطمنها عليه وبيقول لها انه هيحكي لها كل حاجه بعدين، بس اهم حاجه تبعد عن لوجر لانه خاين. ولما بتحاول تخرج من المكان بيمنعها لوجر وبيقول لها لازم تفضل هنا لحد ما يوصل دوج، فبتقدر تضحك عليه وتخرج من البيت. وساعتها بتشوف مجموعه من الشرطه عايزين يقبضوا عليها، ولما بيوصل دوج علشان يساعدها بيقول له الشرطي ان مايلز بيقول له يكمل اللعبه وانه هيعرض حياه مراته وابنه للخطر، وبياخدوها معاهم وبيمشوا. بعد كده بيروح دوج مصنع ابوه المهجور وبيقرر انه مش هيهرب منهم تاني وهيواجه الصيادين، وبينور اليافطه علشان يعرفهم مكانه. وفعلا بيوصل ريجان وبيقدر دوج يتخلص منه ويقطع له دراعه، واثناء ما هو بيجري بيقع منه المسدس وبياخده لوجر اللي بيكون وصل لما شاف اليافطه منوره، وبيفهم دوج ان مايلز كذاب وانه عمره ما يخونه. وساعتها لوجر بيوجه السلاح ناحيه دوج وبدل ما يقتله بيقتل كينيدي اللي كانت واقفه وراه، فبيصدقه وقتها وبيعرف انه ما بيكذبش عليه. وبيوصل نيكسون وبيضرب عليهم نار وبتيجي طلقه في كتف لوجر فبيولع دوج في المكان بالكامل، وبيقدر نيكسون يهرب. وبعدها بيعرف من كونيل ان مايلز واخد المبنى بتاعه مقر لعبه الصيد، فبيروح على هناك بسرعه وبيلاقي هناك فال وبينجح انه يحررها. وساعتها بيوصل نيكسون وبيحاول دوج يهرب منه لحد ما بيلاقي نفسه متحاصر في اعلى مكان في المبنى، ولما بيجي نيكسون يضربه بيقع وبيتعلق على حرف المبنى، فبيقرر نيكسون يضربه بالسكينه ويقتله. لكن فجاه بتظهر الشمس وده معناه ان وقت الصيد انتهى، فبيرمي السكينه وبيساعد دوج وبيطلعه وبيحييه على مجهوده في الهروب وبيسيبه ويمشي. وبكده يبقى دوج نجح في المهمه للاخر وكسب ملايين وتحول من شخص فقير لشخص غني. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.